ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه لأول مرة من رمضان اعمل لهم بقى الاكل ده. مش قادره اقول لكم الكلام اللي قالوه لي، حبوه قد ايه وفرحوا بيه قد ايه وكانوا مبسوطين وقالوا لنا يا ماما ايه، اعملي لنا منه كل يوم. طبعا بكذب طبعا. طبعا مش قادره اقول لكم على الكلام اللي قالوه عشان عملت لهم الاكل ده النهارده. قلت لهم ده هو يوم واحد يعني اللي انا هعمل لكم فيه المسقعه والحاجات دي النهارده، هو يوم واحد مره واحده في الشهر كله. عشان الواحد ما عادش لاقي افكار يعملها، بس ما عادش مش عارف يعمل ايه بقى من الاكلات اللي احنا كنا بنعملها. قلت لهم خلاص اعمل لكم مسقعه بتنجان واعمل لكم ملوخيه والحاجات دي. كان بقى عنده شوربه من بتاعه امبارح، من بتاعه الفراخ اللي كنا عاملينها الكنتاكي دي، فقلت خلاص هعمل معاها طبق ملوخيه. جبت كده بتنجانتين قشرتهم، والله هو أنا اللي خلاني فكرت في المسقعه. البتنجان كان عندي في التلاجة، فعماله افكر فيها بقالي يومين كده عشان خاطر البتنجان مرموش حرام. يعني هو في اواخر المفروض خلاص بقى يعني على البتنجان ده. فجبت خلاص البتنجانتين اللي في التلاجة، سبت واحدة كمان والله ما رضيتش اعمله كله عشان كان كتير. قطعتهم كده، قطعي بقى مكعبات، دواير، نص دايرة اللي انت تحبيه. بعد ما قطعته رشيت عليه رشتين ملح كده واقلبه وتسيبيه دقيقتين اتنين ينزل سنة مية، وتحط عليه رشتين دقيق كده او رشتين نشا اللي بتحبيه. بدل ما كانت دقيق جنبي يعني، فحطيت ايه، رشتين دقيق. بس كده تكوني مسخنه بقى الزيت، تقلي بقى فيه البتنجان كده. حتى انا بحب اعمل المسقعه بالبطاطس، ولو في عندي كوسه بقى لي ساعات كوسه فيها. بس أنا ما كانش عندي الكوسه النهارده، حتى ما كانش عندي فلفل اخضر، فعملتها بالبتنجان وقلت فيها طاسه بطاطس كده علشان الناس بتحب البطاطس في المسقعه. خلي الزيت كده سخن وانت بتيجي تقلي عشان ما يشربش منك زيت. والبتنجان بيتقلي جنب كده، احط الصلصه بتاعت المسقعه. حطيت كده ايه فصين توم شرايح، عايزه تدوقهم خالص دقهم براحتك. انا حطيت معلقه زيت واحده لان الحاجه طبعا احنا بنبقى قالينها وشوربه زيت كلها. عايزه اعملها بعد كده واشوي الحاجات دي في الفرن وبعدين اعملها قد ايه هتبقى خفيفه وجميله. بس الواحد بس بيستسهل الطاسه وبيطلع يقلي ومعرفش ايه. فحطيت بقى هنا الفصين تلاتة توم اللي انت حطهم كده، سواء دقاهم او مقطعاهم شرايح وتشوهم كده بالخل عشان تبقى مسقعه بالخل والثوم. وكان البتنجان خلاص عايز يطلع كده ايه، طلعته. هي رشه الدقيق اللي انت تبقى حطاها زي ما قلنا والملح دي ما بتخليش الزيت يشرب البتنجان يشرب منك زيت قوي، وما بيطلعش طري قوي زي البتنجان. زي ما بتبقي شايف شو البتنجان ناشفه ازاي ومقرمشه، ما فيهاش يعني مش شاربه زيت ولا حاجه. غصب عنك بقى يعني البتنجان نفسه، يعني الحاجه المقليه كلها طبيعي بيبقى فيها زيت. فاحنا عايزين بعد كده يعني المره الجايه ممكن ابقى ادخلهم كده في صينيه مفرولين البتنجان والحاجه كده وادخلها الفرن تتشوي، هتبقى حلوه برضو. هنا حطيت بقى على التوم والخل ده كيس صلصه انا مطلعه، وحطيت عليه شويه ملح وشويه كمون او كزبره. ولما يفك معايا كده بحط له كمان ايه كوبايه ميه، بحط له كوبايه ميه كده تغلي، وبعدين بقى عشان انزل فيها البتنجان والبطاطس اللي انا ايه بقى بقليه. مش عارفه كده كنت خلصت، كنت دخلت على طاسه البطاطس ولا لسه؟ هنا كنت ولحت كده على بطاطسين كمان يتسلقوا، وقلت بقى بالمره اعمل حاجه السحور وانا واقفه. وحطيت منها طبقين ايه في الفطار كده كده يعني معظم الاكل ده هو الاكل السحور تاني. ده بقى البطاطس اللي انا كنت بقول لك كنت عملت ايه، طاسه واحده بس كده. تقطعي بطاطس شرايح لا كده متوسطه، لا رفيعه قوي شيبسي ولا تخينه زي الطبيخ اللي انت بتعمليه. هي طاسه واحده كده بس، هحطها بقى تتقلي كده معاها علشان انزلها مع البتنجان. على ما تتقلي هنا كده خلاص كانت غليت، هنزل عليها ايه طبقه كده من البتنجان اللي احنا كنا عاملينه. اخر طبقه، اخر طاسه من البتنجان كانت لهفت مننا شويه. الناحيه دي كنت بغلي شوربه اللي انا كنت بقول لك باقيه من امبارح، كنت خدت منها شويه علشان اغليها عشان اعمل بقى شويه ملوخيه ناشفه ايه، ببقى حطاها انا ايه في درج التلاجة كده. فانزل بقى هنا بالبتنجان كده. انا كمان بعد الصينيه، بعد ما اخلص البطاطس والبتنجان الباقيين في الصينيه، هدخلها الفرن علشان تتشمع كده من فوق وتاخد وش كده ناشف. العيال ما بيحبوش الحاجات اللي فيها صلصه. يعني انت ممكن تعملي المسقعه في حله عادي، ناس كتير بتعملها في حله، بس هم مش بيحبوها كده، مش بيحبوها تغرفها زي طبيخ كده، لا بيحبوها في صينيه كده ناشفه كده. انا بقى كان خلاص كده البطاطس كمان بطلعها كده من الطاسه. تحط بقى كده ايه توزعها كده على كانت سخنه طبعا، مش عارفه امسكها عشان اوزع حلو قوي. إيه توزعها كده برضو في النص كده. لو عندك بقى فلفل كمان إيه اللي مثلا قرنين تلاتة برضو حطهم في النص هنا. عندك شرايح كوسه قلياها حطيها برضو. كل الحاجات دي بتبقى جميله في المسقعه وتحفه جدا في المسقعه على فكره، هي ما بتتاكلش غير كده. والله كانت صينيه طعمها جميل. هم قعدوا يتكلموا في الاول يا ماما ومسقعه ومش مسقعه، قلت لهم خلاص بكره كمان قرنبيط. بتريق عليهم يعني، انا عارفه ان ما فيش اساسا قرنبيط ولا حاجه، هم ما لهمش في الحاجات دي انا عارفه. بس قلت بقى يعني ايه، مره واحده تغيير، بس مره واحده تغيير عشان مش عارفه افكر اعمل ايه. حطيتها بقى كده تتشمع وهدخلها يعني تغلى شويه كده وهدخلها الفرن. بطاطس كده كنت طلعتها وهرستها على طول وهي سخنه كده، ونزلت عليها بمعلقتين سمنه. لما تهرسيها وهي لسه سخنه تتهرس في ثواني. انا هرستها بالشوكه، يعني انت تهرسيها بالشوكه بايد الهون لو عندك، بالهراسه اللي بتاعه البطاطس.
طالما البطاطس عندي سخنه انا بهرسها بالشوكه بسرعه، ما بتاخدش معايا وقت. بس ما تهرسيهاش بحاجه كهربا، يعني ما تهرسيهاش، ما تحطهاش في الكبه، ما تعملهاش بالهاند بلندر، الحاجات دي كلها هتعمل معاكي عرق وهتمط كده معاكي، مش تبقى حلوه، مش هتحبيها. حطيت لها هنا معلقه السمنه وحبه ملح صغيرين، لان انا كنت حاطه ملح في السليق، وحبه كزبره، كزبره ناشفه. ساعات بحط عليها كمان الكزبره الخضراء ومعلقه زبده مثلا. بس انا عايزه اقولك الاكل ده بياخد وقت اكتر من الاكل العادي. يعني الاكل العادي وانت بتعملي مثلا فراخ بطاطس معرفش ايه، بتبقى ولعت على الصينيتين مثلا وخلصتي كده. انما انت واقفه هنا بتقلي بطاطس، بتقلي بتنجان، بتسلقي بطاطس، بتعملي تخديعه للمسقعه، بتخرطي خيار كده زي ما انت شفتي، جبنا عجينه طعميه هنقلي طعميه، عملنا شويه ملوخيه، بنعمل حاجات كتير. هم بيفكروا ان انت يعني عشان الاكل ده بقى مش حاجه فانت ما عملتيش حاجه. العجينه كده لما بجيبها بحب اقلبها كده، تقلبها كويس قوي كده بالمعلقه او بالمضرب، او تحطها في الكبه عشان ترجع إيه فيها هوا تاني، زي ما هما بيبقوا لسه مطلعينها من الحجر على الآلية. عشان ساعات الناس بتقول ليه بتبقى مكتومه في البيت مثلا مش زي ما احنا بنجيبها من بره، عشان انت بتجيبيها تقليها، ما ينفعش، لازم تضربيها كويس قوي. انا لفتها كويس قوي بالمعلقه على فكره، لفتها كويس قوي اللي فيها بالمعلقه كويس قوي، او بالمضرب، او زي ما بقول لك اعمليها بالهاند بلندر او حطها في الكبه عشان تعمل هوا تاني. انا عملتها بقى بالمعلقه بتطلع حلوه برضو. ما تكتريش في الطاسه قوي عشان ما يعني تبقى حلوه. انت هتلاقين وانا بقلبها بص كده هي لسه بصي نافشه ازاي من فوق، مش ما هبطتش ولا حاجه. الصغيرين دول العيال اللي بيجوا يحطوا طعميه صغيره يقول لك احنا عايزين الكور الصغيره او دي اللي بتتحرق دي. فجم عملوها وانا ايه مش عارفه كنت بعمل ايه المكه، والله سبت الطاسه ورحت عملت لها مش عارفه حاجه وجيت لقيتهم حاطين الكور دي لان انا ما كنتش حطاها. هكمل بقى لقيت الطعميه دي واروح اعمل الملوخيه بقى، كان اخر حاجه بقى. الشوربه اللي ورا ده كانت غليت وكنت وطيت لها تاني، دي بشويه ملوخيه ناشفه كده حطيتها، والناحيه دي كده حاطه معلقتين سمنه على كام فص توم كده اللي هي الطشه بتاعه الملوخيه. نزلت كده اظبطي بقى القوام بتاعك، حسيت كده وانا بقلبها ان هي خفيفه سنه، هتجيب الحبه اللي كانوا باقيين في الطبق. الملوخيه الناشفه بتفركها كده بين ايديكي، لو هي مش ناعمه قوي تفركها شويه كده بين ايديكي، وتنزلي بقى على الشوربه بتاعتك اللي انت عاملاها. او لو انت مش عندك شوربه تعملي مع فص توم تحمريه كده مع معلقه صلصه وكزبره، فص توم بكزبره الاول، تحطي له مثلا معلقه صلصه، وتنزلي عليه بالمكعب مرقه الدجاج والميه تغلي معاكي، وتنزلي عليها بالملوخيه زي ما احنا بنعمل كده. هنا بقى خلاص كانت بتغلي ورا اهي، هحط بقى هنا حطيت على التوم الكزبره خلاص يا دوبك، بس التوم ما يحمرش معاكي، ريحته بس تطلع معاكي عشان ما يمررش. وتشيلي بقى ايه تحطي تش كده في الايه في الملوخيه، وتاخدي بقى خبشه كمان من هنا تحطها كده انا عايزه اقول لك انا كنت بعمل الملوخيه دي ومكه على ايدي، عشان كده انا مش ماسكه الحاجه بايدي الاتنين، يعني مش ماسكه طاسه بايد والكسروله اللي ورا بايد. فهي كانت معايا بس بص بقى لونها خضرا ازاي وتحفه، لونها جميل. حتى بالرغم ان هي ملوخيه ناشفه مش خضرا. بس كده كنت طلعت بقى صينيه المسقعه من الفرن، بص متشمعه واخده وش تحفه عشان ما يبقوش مسقعه وطبيخ. وحطيت طبقين بطاطس كده صغيرين رجعوا تاني، حطيت عليهم بص بقى الملوخيه لسه خضرا ازاي وتحفه. حطيت على البطاطس كده رشه بابريكا، لو انت بتحط شطه حط رشه شطه عادي. خرطت لهم الخيار وقريت الطعميه، وسبت طبق بتنجان تاني كده ان الناس بتحب البتاع ده البطاطس في المسقعه، بس التانية ما بتحبهاش خالص ما بتحبش المسقعه. بس كانت منها النهارده يعني، قالت لي لا يا ماما ده حلو اكلت منه، فكنت شايله لها طبق بتنجان كده علشان تاكله. وغرفت طبقين تلاته ملوخيه مع المسقعه والطعميه والبطاطس والحاجات دي، مش عاجبهم. يلا بقى مش مشكله اهو يوم تغيير، يلا كل سنه وانتم طيبين.